السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفاش راكم حباباتي؟ كيفاش راكم خياتي؟ مرحبا بكم في قناتي. نشكر بزاف البنات اللي سقساو عليا وقالوا لي ربي يشفيك، واني وليت صوتي بدا يولي بشويه بشويه. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفه قنبله اكتشاف عظيم اللي هي المشوشه بشوفان. تبعوا معايا الوصفه. قبل ما نبداو في الوصفه ماذا بيا تقوموا بالاشتراك في القناه باش تدعموني باللايكات وميم طون باش يطلع الفيديو اكثر نسبه مشاهده. كما راكم تشوفوا حباباتي هاد الوصفه بزاف بنينه وسهله ونقدروا نقدروا كامل نديروها. انا باش اكتشفتها لاني راني نحاول ندير وصفات صحيه سورتو لاصحاب الرجيم باش يكونوا معنا. مام هذه وصفه صحيه بزاف بزاف ناكلوها يعني الناس العاديين ولا لصحاب الرجيم. تبعوا معايا الوصفه. هنا كما راكم تشوفوا حباباتي استعملت 4 مغالف تاع شوفان، هنا حبه كامله. بعد ما رحيتهم كما راكم تشوفوا في الاشواط، فوالا حباباتي راني نحي فيهم كامل مليح في الاشواط باش يولينا كشغل سميد ولا فرينه، يعني حاجه خفيفه كما راكم تشاهدوا معايا. هنا بعد ما رحيتهم كامل هنا ما نسحقوا والو، نسحقوا بعد 4 حبات بيض راح تطلع لنا الكميه اللي حبينا. قد ما حبينا نزودوا الكميه كل حبه بيض بمغرفه شوفان. تبعوا معايا الوصفه للاخر باش تفهموا شنو نهضر. فوالا شوفوا الشوفان كيفاش ترحى ولا شكل بودغ. فوالا وما تخافش من حباباتي، هنا راح تتبعوا الوصفه بالضبط راح تخرج لكم كيما تاعي ولا يعني كيما هي بالضبط. هنا استعملت 4 حبات بيض كما راكم تشاهدوا معايا. 4 حبات بيض، درت شويه ملح بيان سور، ما نستغناوش على القرصه تاع الملح. نظن تاني نرمو هذاك الشوفان اللي رحيناه ونزيدو شويه تاع الخميره كيما العاده، الخميره الكيميائيه باش تنفخ لنا هذيك المشوشه تاعنا. مام يعني هاد المشوشات تاع السميد اللي درتها المره اللي فاتت كانت عندها اقبال كثير من عند الجمهور تاعنا وحبيباتي وعجبتهم بزاف. هاد المره يعني شفت بزاف اللي مساكين ما يقدروش ياكلوا السميد، يبان اقترحت ندير بالشوفان. ونشوفوا الوصفه. هذه الوصفه اكتشفتها بعد يعني خلطات يعني شويه شويه، بصح قلت لها هذه اللي درتها انا وكليتها يعني واحد البنه ولا اروع. تبعوا مع الوصفه الى الاخر. هنا ضربت كامل هذاك الشوفان وزدت هنايا الحبات الكامله من الشوفان باش زدت شويه تثقل على اللي راهي كانها جاريه. فوالا وهذا يعني المشوشه نسقاوها بها الصباح ولا قهوه العصر، ما نعطوها لوليداتنا اكثر صحيه وبنه رائعه. ما نكذبش عليكم، بنه ولا اروع. انا ما استعملتش هنا العسل، دوك تشوفوا واش استعملت. فوالا بعد ما خلطت كلش ومزجت كلش الخليط مع بعضه. على فكره هنا ما كنتش في داري، كنت ضيفه عند اختي، بصح يعني هذا ما يمنعش باش نديركم وصفات اللي تحبوهم ونحبوهم كامل ونقترحوا على بعضنا فكر وتدبيرات ولا كيفاش هكذا نديروها مع بعضنا. فوالا نخلطوا كلش مع بعضه. هنا نزيدو غير بشويه تاع حبات الشوفان نشوفوها. فوالا كما راكم تشاهدوا معايا. هنا خلاص. هنا واش استعملت؟ ما استعملتش المقله، استعملت طنجره صغيره، يعني ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره بزاف، باش تجينا يعني الخبزه تاع المشوشه تاعنا متحوفه وعاليه شويه. فوالا درت هنا زيت زيتون مام في واسمو في العجينه في الخلط تاعنا الاول درت شويه زيت زيتون، ما تنساوش درت شويه زيت زيتون. وهنا تاني باش ما تلصقناش نختاروا الطنجره اللي تكون ما تلصقش او ميم طون ندير لها شويه زيت زيتون باش ما نتاكدوا بلي ما تلصقش. نرموا الخليط تاعنا داخل الطنجره هذيك بعد ما يكون سخنت، والنار نديروها ابتي فو، نخلو نار مهيله. فوالا نرموا الخليط كامل داخل ونخلوها على نار هاديه، نار هاديه هذيك، ونخلوها نغلقوها ونخلوها تطبخ في مهلها حتى تطلع المشوشه اللي حبيناها احنا. فوالا نشوفوا معايا حباباتي. انا غادي نفرغ بعد ما فرغت كلش نغطوها ونخلوها
الطيب بغردها ما نزربوهاش. فوالا هنا شوفوا حباباتي بعد هنا ما راهي نشفت كاع هذاك البيض اللي فيها كامل والزيت اللي فيها شربوا هذاك الشوفان. ما تخموش مام البنه اللي حبت الزيت ما تحبش ريحه زيت زيتون ولا تقدر دير ستريت فاني ولا ستريت زيترون ولا النكهه اللي حبيتيها. انا ما تجينيش ريحه زيت زيتون نورمال نحبها تجيني عاديه يبقى خليتها. تقدري تاني دير ستريت فاني نورمال. فوالا بعد ما هنايا اللي تاكدنا بلي طابت هنا واش استعملت مقله واحده اخرى ما تلصقش درت لها شويه زيت زيتون. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا. فوالا ونقلب هذيك الطنجره اللي فيها المشوشه تاعنا في المقله ونخلو لها تكمل طيابها. فوالا شوفوا الله يبارك كيفاش خرجت تشهي ما شاء الله عليها. شوف الله يبارك طابت من الفوق وطابت من التحت. شوفوا هنا 4 حبات برك. شوفوا كيف جاتنا الخبزه تاعنا في طنجره صغيره. وهنا انا استعملت هاي لك الوصفه هنا كامل استعملت دبس التمر اللي هو صحي اكثر وخليت الجهه هذيك اللي يحبوا ياكلوها بالعسل ياكلوها بالعسل. انا نحب دبس التمر يعطي لها حلاوه وبنه رائعه وصحه اكثر. تاكلوها حبابتي بالصحه والراحه. الى وصفه قادمه ان شاء الله.